عمرك فكرت ازاي الناس بتعمل التأثيرات المجنونة والسريعة دي في الفيديوهات؟ زي تأثير السبيد رامب او البوميرانج. لو كملت الفيديو ده للآخر هتبقى سبيد رامبر محترف. مش عارف ايه سبيد رامبر دي، بس خلينا مع بعض للآخر وهقول لك على كل التريكات اللي انا بستخدمها بنفسي في المونتاج. فيلا بينا عشان انا متحمس نبدأ الفيديو. اول حاجه هنضيف الميوزك بتاعنا في التايم لاين ونحدد المناطق بتاع الباس بحيث ان احنا نعرف ان احنا نعمل فيها انيميشن. بعد ما ضفنا الميوزك بتاعتنا في التايم لاين هنجيب الماتيريال بتاعتنا. انا ضفت الفيديو دون وبدات ان انا هنا احدد عن طريق كنترول الت تي التايم ريمابينج، وهنا حطيت الكي فريم الاول بتاع البدايه وجيت في الاخر واخترت التايم لاين بالظبط اللي انا عايز اقف فيه. اخترت الجزء ده بحيث ان انا عايز اركز على الكشافه العربيه، مش محتاج انا الجزء التاني ده، انا ممكن امسحه عادي. هعلم على الكي فريمز بتاعي اضغط كف 9. بعد كده هدخل على الجراف وهفعل الفاليو جراف. هاجي على الكيرف اللي فوق واتحكم فيه بحيث انه يكون لتحت كده بالشكل ده، والكيرف التاني يبقى لفوق بالشكل ده. فبالتالي السرعة هتيجي معانا بطيئة وبعد كده هتسرع مرة واحدة. بس أنا عشان عايز أزود كمان النعومة بتاعتها هحرك الكي فريم لفوق شوية بحيث إنها تبقى أنعم بكتير. وهاجي على الفريم بريندنج عشان ما يبقاش في أي تقطيعات في الفريمات، هفعل الزرار ده مرتين وأوصل للي أنا محتاجه بحيث إن ميبقاش في أي تقطيعات ويبقى الحركة سموث قدر الإمكان. دلوقتي بعد ما دخلنا الشوط التاني هنعمل كنترول الت تي فيطلع لنا السبيد رامب زي انتوا شايفين كده. هنحط كي فريم في البداية، بعد كده نتحرك للآخر أو أقرب مارك. هنبدأ نحرك لحد النقطة اللي احنا عايزين نقف عندها بالظبط. أنا عايز أحرك الشوط كده يميني شوية بحيث إن هو يكون ظاهر. أنا عايز التركيز كله يكون على المصباح بتاع العربية. بعد كده هقص زيادة أنا مش محتاجها، هعلم على الكي فريمز، هعمل على F9. هبدأ إن أنا أدخل للفالي جراف، حرك الجزء ده لتحت والجزء ده هحركه لفوق بحيث إن يبقى الجزء اللي في الشمال أعلى من الجزء اللي في اليمين. محتاج أحركه كمان تحت شوية كده، وده أعليه كمان شوية. هتلاحظ إن هو بيعمل هنا ريفيرس، يعني هو بيتحرك بيعمل ريفيرس وبعد كده يرجع يتحرك تاني. تالت حاجة والأخيرة هو البومرانج إفكت. أنا عامل دبليكيت لنفس اللاير ده، بس الفرق إن أنا هطوره بحيث إن هو يكون واقف على نهاية المارك، وأجي هنا أعمل يو وهيخلي الكي فريم ده في النص بالظبط. بعد كده هجيب الكي فريم اللي في البداية وأخليه في النهاية، هعلم على الكل وأعمل F9. أحرك ده بالشكل ده، أحرك ده بالشكل ده. بعد كده أبدأ إن أنا من فوق أحدد الكي فريم ده وأبدأ إن أنا أمده من النهاية. ده البومرانج إفكت. تعالوا نشوفها مع بعض الشكل النهائي. طبعا احنا هنضيف هنا اخر افكت معانا وهو السي فورس موشن بلور. هيزود الموشن بلور كمان في الحركة بتاعه، فبالتالي هيضيف اكتر انسيابية في الحركة بتاعه. ولكن انا مش هضيفه في الفيديو ده او مش هضيفه في البروجكت ده. دايما انت لما تيجي تشتغل على بروجكت ادفانسد انت عايز تعمل فعلا الشغل بشكل قوي، هتركز اكتر في حتة السموثنس بحيث ان انت تخلي الشغل بتاعك متناسق مع بعضه وداخل. لان للاسف انا بشوف كتير اديتورز هو بيدخل الفيديو بيعمل على الفيديوز كلها افكتات، وللاسف الافكتات بتاع الفيديوز بتبقى عشوائيه جدا فبيظهر الفيديو بشكل سيء جدا. لازم تبقى عارف الكيرفز اللي انت محتاج تشتغل عليها، وفي نفس الوقت تبقى انت عارف ازاي ان انت ما يبقاش عندك عشوائيه. اذا الحركه انت جبتها من اليمين يبقى انت هتجيبها الناحيه التانيه برضو من اليمين. عايز تقلب للشمال هتجيبها من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. الموضوع بيكون ليه سيمترية على حسب ما انت شايف الميوزك وعلى حسب ما انت بتحاول ان انت تنسق بين الشوت وبين التاني. دي كانت اسراري في السبيد رامب والبوميرانج. فلو عجبتك التريكات دي وعايز تعرف اكتر عن الانتقالات والمؤثرات اعمل لايك وسبسكرايب وسيب لي كومنت تقول لي فيه تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه. سلام.